السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي الإخوان والأخوات وتحية جميع المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نتمنى الإعجاب ديالكم. الناس اللي مازال ما دارينش عفوا الناس اللي دايرين القرعة وحتى اللي ما دايرينش القرعة عاد غيديروها إن شاء الله. يشوفوا هذا الفيديو هذا ويتعرفوا على الفصالة اللي كاينة. المهم هاد الدار هذه اللي وريتكم دابا، هاد الشقة رقم واحد، راه عندها واحد الفصالة واحدة أخرى في شي شكل. فصالتها مزيانة صراحة، الفصالة ديالها مغايرة على الفصالات الآخرين. نتمنى تعرفوا على الفصالات. كاينة مجموعة من الفصالات ديال الكوزينة وديال الصالة وديال الطواليت الدوش والبيوتا. المهم كما كتشوفوا البيوتا راها بحال. المهم شعلنا الضو هنايا في الطواليت، كما كتشوفوا الدوش والطواليت في نفس المكان. الناس راه سكنات وعرفات شنو كاين وعارفين وشايفين كل شيء. المهم نتمنى ينال الاعجاب ديال الناس اللي مازالين ما شافوش الفصالة كيفاش دايره. المهم هذا بيت، هذا المشروع، هذا مشروع الرياحين. الناس اللي كيبقاو يصيفطوا لنا لي ميساجات وكيقول لك ودي بقى تصيفط لينا بحال هكايا، بحال هاد الفيديوهات، الانواع ديال الفيديوهات. المهم نتمنى يعجبوا الناس، والناس مازال باغيين يتعرفوا على لي شقق. هاد الفصالة راه من احسن الفصالات اللي كاينه في الرياحين. المهم كما كتشوفوا راه السيكتور 5 هذا ديال مشروع الرياحين. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، بعض الناس كيسولونا بزاف، كيقول لك بقى تلوح لينا بحال هاد الانواع ديال الفيديوهات. كما كتشوفوا الكولوار، هذه الشقة الثانية. كما كتشوفوا غادي نمشيو صورنا لكم الشقة الاولى والثانية، وغادي نشوفوا الشقة الثالثة ان شاء الله. هذه حتى هي في الصالة. ومهم راه مجموعة من الفيديوهات اللي حاط هنا في هذه القناة هذه في الصفحة على اليوتيوب. ممكن كتشوفوا هذه الشقة الثانية، هذه الشقة الثانية ان شاء الله. غادي نشوفوا الصالة ديالها. نتمناها تنال الاعجاب ديالكم. بعد ما صورنا لكم الشقة الاولى، عفوا الشقة الاولى والثانية هي هذه، وغادي ان شاء الله غنوريكم الشقة رقم 3 باش الناس تتعرف على مجموعة من الفصالات. نشعلوا الضوء هنا لان كاين الظلام. المهم كما كتشوفوا البيوتا على قد الحال، المهم ما بيهمش ديال السكنة. بزاف ديال الناس كيقول لك اودي الشقق صغار، الشقق يعني صغار بزاف. بالنسبة لهذوك الناس اللي كانوا ساكنين في شي براكة اللي فيها اتساع بزاف وكانوا ساكنين ومرحين كما كنقولوا، راه غتجيهم الشقة هذه صغيرة. ولكن الحمد لله كاينين الناس اللي عجبهم تيقول لك اللهم هكا ولا بلاش. الكوزينة راهم كبار تبارك الله صراحة، ما نعيبوش. تيبقى فقط ناحية الفينيسيو شوية، ولكن مزيان كلشي زين. ضروري من الانسان غادي يفيني شوية، غادي يعاود الفينيسيو، يعاود يصلح شوية. كما كتشوفوا الشقة الثالثة، هذه الشقة رقم 3 فصالة أخرى عاوتاني. هذوك الفصالات الصالة اللي طويلة. كاينين الناس اللي باغيين يشوفوا بحال هاد الفيديوهات. المهم حنا كنصوروا لكم غير داكشي اللي بغيتو.
ونتمنى هذا الشيء اللي كنديرو ينال الاعجاب ديالكم، واخا بعض الناس ما كيعجبهمش هذا الشيء اللي كنديرو، ولكن كاينين اغلبيه الناس كيعجبهم الشيء اللي كنديرو، وشكرا لهم جزيلا. ممكن كتشوفوا هذه الكوزينه اللي طويله، راه الناس ساكنين وعارفين شنو كاين، وممكن اللي عاجباه هذه الكوزينه اللي فيها الكولوار. المهم كما كتشوفوا هذا بيت راه من احسن الفصالة اللي كاينه في المشاريع كالبساتين والياسمين والفردوس ومجموعة من الأحياء، ولكن الفصالة اللي كاينة في الرياحين كاينة شوية فصالة مزيانة والحمد لله. المهم تحياتي لكم الإخوان، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالدعم في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.